تاني نقطة نركز عليها إن هو لازم نديله مغذيات أساسية زي الفيتامينز، البي كومبلكس، وعندنا ده هيساعدنا في الطاقة والتركيز، الحديد للوقاية من الأنيميا، الأوميجا 3 ده في غاية الأهمية، وأنا كمان هقول لكم على منتج في النهاية كده ممتاز قوي يساعدنا إن يكون مالتي فيتامين للولاد اللي مش بتركز. طيب الحاجات الممنوعة، ممنوع آكل قدام التلفزيون أو الموبايل أو قدام السوشيال ميديا، ده ممنوع خالص. لازم امارس رياضه على الاقل خالص 3 مرات في الاسبوع، ده هيفرق معانا ليه؟ لان سواء لعبه جماعيه او لعبه فرديه ده هيزود التركيز بتاعه جدا. طب ايه الاخطاء الشائعه؟ ان انا الكارثه اللي احنا معظمنا بيعملها مع اولادنا الفاست فود، ده بيزود وزن طبعا بطريقه غير عاديه، بيقلل التركيز، بيبوظ البوتشر او قوامه. طيب وان احنا بنعتمد كمان بدل ما نديله فاكهه بنديله سكر او بنديله مغذيات عن طريق السكر والمواد الحافظه، فده طبعا غلط وده بيؤدي لنتائج عكسيه. ولازم الولاد يناموا بدري ما يناموش متاخر، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، النهار للمعيشه، لان لو احنا عكسنا وخليناهم يذاكروا بالليل ده بيدي دايما نتائج عكسيه، فدي نقطه لازم نخلي بالنا منها.